عادت إلى قطر من الشارقة حيث فاز أسود الأطلس على جورجيا بثلاثية بيضاء. ويلعب المنتخب المغربي أولى مبارياته في المجموعة السادسة ضد كرواتيا يوم الأربعاء المقبل في استاد البيت بالخور. وتضم المجموعة السادسة أيضا منتخبي بلجيكا وكندا. بالنسبة للجوزية يجب أن نكون حاضرين في المباراة الأولى وذلك يوم الأربعاء المقبل، وهذا الفوز أمام جورجيا يمنحنا المزيد من الثقة ولو أن الأمر لم يكن سهلا في ظل درجات الحرارة والرطوبة. ومثل هذه المباريات تمنح الكثير من التنافسية للاعبين الذين تنقصهم المنافسة. في المجمل الجميع جاهز وأمامنا حوالي 6 أيام حتى نكون جاهزين لمباراتنا الأولى.